بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض شنطة البف بخيط الكليم المصري. هو سمكه متوسط، ويفضل ان هو يكون سوفت او كوتون. هو في منه سوفت وكوتون وفي ميكس. بحب الكوتون او السوفت عشان بيبقى حلو في الشغل. هنحتاج كمان سلسلة عشان الشنطة دي مقاس متر لقات. هي بتيجي منفصلة بس احنا مركبينها فيها يعني. وعايزين القفل اهو، في اشكال كتير منه، وابرة مقاس 6 ومقص. يلا بينا نبدأ الشغل. نعمل حلقة البداية عادي، بنعقدها كده عادي جدا، تبقى كده تمام. حابة تكون واضحة. ونضيق الخيط ونربط او نلف الخيط على ايدنا كده كده. ولو عايزين نعقده عقدة كمان كده، ونلف لفة كمان، ونمسك الخيط كده تمام. هنعمل كام سلسلة؟ عدد السلاسل بيعتمد على عدد البفات اللي عايزينها. يعني انا هوريكم صورة دلوقتي لشنطة عملتها. مرة كانت 9 بفات تمام، ومرة كانت 11 بف. طيب على اساس ايه بعمل عدد سلاسل؟ على اساس عرض الشنطة. يعني كل ما زودت عدد البفات كل ما عرض الشنطة زاد معايا. من تجربتي انا لقيت استخدام الشنطة ال9 بفات دي مناسبة جدا، وبتاخد الموبايل وبتاخد كل حاجة. انما ال11 كانت كبيرة قوي، وال10 نفس الكلام، وبتضايق يعني، بتبقى تقيلة في الاستخدام. فالمتوسط ان احنا هنعمل 9 بفات. طب عشان اعمل 9 بفات هنعمل ايه؟ هنعمل عدد سلاسل كام؟ هنعمل 27 سلسلة. طيب لو انت عايزة تعملي 8 بفات هتعمل 24 سلسلة، يعني مضاعفات العدد 3. يعني يا 21 يا 24 يا 28 يا 30. فاحنا هنعمل 27 سلسلة، ودي هتديني 9 بفات. يلا نبدأ بسم الله. 27 كده سلسلة. بدخل في بسحب الخيط وادخل بسحب الغرزة كده. بسم الله. نقرب ادي كده. دي واسعة مني شوية فعايزة اضيقها. هنضيقها تبقى معقولة، يعني مش ضيقة قوي ولا واسعة قوي. تمام يلا بينا نبدأ. هنعمل 9 27. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. خلاص كده احنا قلنا 28. تعالوا نعد مع بعض نتأكد. عد. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. اول سلسلة مش هنشتغل فيها، هي دي، هنسيبها. هندخل في السلسلة التانية نعمل غرزة حشو تمام. بعد كده نلف الخيط مع بعض. بسم الله. ندخل في الحلقة، نسحب الخيط وغرزة حشو تمام. الغرزة اللي بعدها نفس الكلام، هنعمل غرزة حشو كده تمام، وبعدين نرتفع سلسلة. خلاص، وعلى هذا الاساس بقى هنكمل. بس هنا هنسيب في كل مرة غرزة. انا ارتفعت سلسلة علشان في الغرزة دي مش هشتغل فيها. فتاني مع بعض هسيب الغرزة دي واروح للي بعدها اعمل غرزة حشو. ادي كده حشو تمام. واللي بعدها هعمل فيها غرزة حشو تمام تمام. دي هسيبها. قبل ما اروح اعمل حشو لازم ارتفع سلسلة علشان يبقى فيه هنا فراغ تمام. وهكذا هكمل وارجع لكم اخر السطر اوريكم هنرتفع السطر الجديد ازاي. سلسلة. نسيب الغرزة دي، يبقى فاضل لنا غرزتين هنعملهم حشو تمام. كده كده عملنا السطر كله زي الفل.
هنرتفع 3 سلاسل، ادي 1 2 3. تمام، هنلف الشغل بتاعنا. بداية بقى من هنا هنبدأ نعمل غرز الباف. كده خلصنا الجزء الاول، استنوني في الجزء التاني واقول لكم ازاي نعمل غرز الباف مع بعض. متنسوش اللايك والكومنت. شكرا لكم.